الأهلي عرض 60 مليون جنيه للتعاقد مع زيزو في الموسم الجديد. كلنا سمعنا الأخبار المتناقلة خلال الساعات الأخيرة حوالين عرض النادي الأهلي لزيزو لضمه في الموسم الجديد، الكلام اللي طالع على لسان والد اللاعب في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الزمالك. حقيقة الكلام ده إيه؟ أنا سألت النهاردة عن موقف النادي الأهلي من زيزو ومن فتوح، وجالي الرد ده من احد مسؤولين البارزين في النادي الاهلي. الاهلي بيترقب موقف زيزو وبيترقب موقف فتوح مع الزمالك من بدري جدا، وعنده اهتمام كبير بضم الاثنين دول لانه شايفهم طبعا انه من اميز اللاعبين في مراكزهم، سواء في الظهير الايسر والجناح الهجومي. انما ايه بقى اللي اتغير في الساعات الاخيره موقف النادي الاهلي من زيزو ومن فتوح؟ زيزو في اليومين الاخيره دول جاله عرض مغري جدا من الشباب السعودي اللي طلب ضمه مقابل 5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، واكثر من 2.5 مليون دولار للاعب كراتب سنوي. وطبعا ده عرض مغري جدا دفع زيزو للضغط على نادي الزمالك الموافقه على رحيله. طيب ايه بقى اللي خلى والد زيزو يطلع الكلام ده في الساعات الأخيرة؟ زيزو ووالده بيحاولوا يضغطوا على إدارة نادي الزمالك اللي بتمر بأزمة طاحنة الفترة الأخيرة ومحتاجة أي سيولة مالية، ورحيل زيزو هيكون هو طوق النجاة لإدارة الزمالك علشان تدفع المستحقات المتأخرة للاعبين، وتجدد لفتوح وتجدد لمحمد صبحي، وتدفع الغرامات اللي عليها للاعبين، وترفع الحجز على ترفع منع القيد اللي عليه، يقدر يضم الصفقات الجديدة، وكمان يدفع الراتب للمدير الفني سيريو اللي بيهدد بعدم استكمال مهمته مع الزمالك في عدم حصول على مستحقاته القديمة. معنى كده ان رحيل زيزو عن نادي الزمالك اصبح مسألة وقت، وان ادارة نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت دي بتحاول ترفع العرض المالي من 5 مليون دولار ل 8 مليون دولار للاستفادة بفرق العملة في مصر وسداد كل الديون على نادي الزمالك الفترة دي. طيب الموضوع ده خدنا لموضوع تاني متعلق بالنادي الاهلي في نفس الموقف. سمعنا عن اهتمام نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع بيرسي تاو في حالة فشل صفقة زيزو. طب حقيقة الكلام ده ايه، وموقف النادي الاهلي من فكرة رحيل بيرسي تاو في الموسم الجديد ايه؟ مبدئيا كده كولر في تقريره الفني الاخير اوصى بتمديد عقد لاعب بيرسي تاو اللي لسه هينتهي بعد موسمين. يعني كولر متمسك باستمرار اللاعب معاه في الموسم الجديد، وشايفه ان احد الاعمده الرئيسيه اللي بيعتمد عليها في السكواد بتاعه، وما عندوش اي نيه للاستغناء عنه، والتاكيد على ده ان طلب انه يمدد عقده. طيب الاهلي هيعمل ايه لو جاله عرض كبير مغري لبيرسي تاو؟ هنا بقى هيرجع النادي الاهلي تاني للمدير الفني ويستطلع رايه، وهل كولر هيوافق على رحيل بيرسي تاو لو جاله عرض كبير ولا لا؟ ده اللي مش هنعرفه الا لما كولر يرجع من اجازته خلال اليومين اللي جايين دول، لان مش هينفع اداره النادي الاهلي تتكلم مع كولر في رحيل لعيب كبير زي بيرسي تاو تليفونيا. لكن هم كلموه قبل كده عن محمد شريف لانه كان خارج حساباته، كان فكره يعني خروجه ده امر مش هيسبب ازمه كبيره عند كولر، انما فكره خروج بيرسي تاو في التوقيت ده وقبل ايام من معسكر الاعداد هيبقى امر صعب جدا ان النادي الاهلي يوافق، ان كولر يوافق على خروج بيرسي تاو دلوقتي. فالاهلي هينتظر عوده كولر من الاجازه علشان يناقش معاه فكره خروج بيرسي تاو من عدمه. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن تسبب صدام مع كولر هي ايه؟ هي ازمه القندوسي اللي اشتعلت بشكل كبير جدا النهارده بالتحديد. احنا عارفين ان لعيبه النادي الاهلي المحترفين وصلوا في خلال الساعات اللي فاتت ديت مصر بسبب عمليه استخراج التاشيرات النمسا، وكان لازم اللعيبه تيجي من اجازتهم من خارج مصر علشان يروحوا للسفاره ويخلصوا الاجراءات بنفسهم هناك. علشان كده اللعيبه الاجانب وصلوا مصر في الساعات الاخيره، وكان من ضمنهم القندوسي ومعلول ورضا سليم. طب الاهلي عمل ايه مع القندوسي؟ كانت في جلسه ما بين امير توفيق وما بين اللاعب علشان
يحسم فكره خروجه للاعاره في الموسم الجديد. وكانت المفاجاه اللي صدمت يعني امير في جلسته مع القندوسي وهو رفض اللاعب لفكره الاعاره من الاساس، وانه بيفضل استكمال عقده مع النادي الاهلي او الرحيل بشكل نهائي، وانه بيرفض فكره الاعاره، وشايف ان النادي الاهلي يعني اخل باتفاقه معاه واخل بوعده اللي وعده ليه لما ضمه في من 6 شهور في يناير اللي فات، لما قال له انك هتاخد يعني راتب كبير، وفعلا ده حصل في التعاقد معاه، وانك هتشارك بشكل اساسي مع الفريق وهيكون عندك فرصه للظهور في كاس العالم للانديه، وده مش هيحصل دلوقتي بسبب رغبة النادي الأهلي في خروج اللاعب للإعارة للتعاقد مع المهاجم الجديد اللي احنا المعلومات كلها اللي عندنا بتؤكد ان الاهلي توصل لاتفاق فعلا مع المهاجم الجديد ومع اداره ناديه، وان بيتبقى فقط الاتفاق مع القندوسي على خروجه للاعاره واعلان النادي الاهلي عن اعاره القندوسي والتعاقد مع المهاجم الجديد. فكره الصدام مع كولر قبل تجديد عقده فكره ما بيحبهاش اداره النادي الاهلي، وان الكابتن الخطيب كان بيحاول انه يمهد كل الطرق قدام تجديد عقد كولر، وشايف ان استمراره في النادي الاهلي لاطول فتره ممكنه هيكون هو ده اهم صفقه يعملها النادي الاهلي في الموسم ده. عقد كولر هينتهي مع الاهلي بنهايه الموسم اللي جاي، والاهلي بيحاول انه يجدد معاه سنتين اضافيين، وبناء على كده الاهلي وافق على كل طلبات كولر سواء في التعاقدات او في التغييرات اللي كانت بتحصل في الجهاز الفني والاداري والطبي في النادي الاهلي. وكمان تمسكوا باللعيبه بعدم الاستغناء عن 4 لعيبه بالتحديد كولر حط تحتهم خط احمر، ورفض فكره مناقشه اي عروض تجي لهم حتى لو كانت الاغراءات الماليه كبيره جدا. اولهم محمد عبد المنعم المدافع المتألق اللي شايفه ان لا غنى عنه في صفوف النادي الاهلي في الموسم اللي جاي. علي معلول اللي اوصى بتمديد عقده لموسم اضافي، عارفين ان عقد علي معلول هينتهي مع النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي جاي، وكولر اوصى بتمديده عقده لسنه ثانيه، وانه شايف انه رغم ان سنه كبير الا انه يعني قدراته البدنيه والفنيه تؤهله انه يستمر مع الفريق لموسم ثاني اضافي. اللعيب الثالث اللي رفض كولر رحيله باي صوره من الصور كان بيرسي تاو، اللي شايفه انه عامل مهم جدا وورقه مهم جدا في خط هجوم النادي الاهلي. واللعيب الرابع كان حسين الشحات. دول ال4 لعيبه اللي كولر حط تحتهم خط احمر ورفض فكره رحيلهم بشكل نهائي عن صفوف الفريق. واعتقد ان النادي الاهلي مش هيحب انه يدخل في صدام مع كولر قبل معسكر الاعداد، وبيسابق الزمن علشان يقدر ينهي صفقه المهاجم اللي كل المعلومات اللي جات لنا من النادي الاهلي بتؤكد ان تم الاتفاق مع اللاعب الافريقي المحترف في احد الدوريات الاوروبيه، وبيتكتم على اسمه في الوقت الحالي بسبب فشل المفاوضات مع كتير من اللعيبه الافارقه او اللعيبه اللي دخل معاهم الاهلي في المفاوضات الفتره الاخيره، وده خلى الاهلي بيتكتم وعامل يعني حاله من السريه الشديده على ملف المفاوضات مع المهاجم الجديد. النهارده كان يوم الجلسات والاجتماعات في النادي الاهلي، والكابتن الخطيب يعني عقد اكتر من جلسه لترتيب بعض الامور الاداريه في النادي. وعارفين ان كانت في جلسه مع الكابتن وليد سليمان والكابتن مؤمن زكريا اللي بنبارك له على تعيينه في منصبه الجديد مساعد لرئيس قطاع الناشئين كابتن وليد سليمان. وده يعني نهج يعني النادي الاهلي دايما في الحفاظ على يعني ابنائه ومنحهم فرص العمل في النادي الاهلي والوقوف جنب يعني ابنائه المحتاجين الدعم بشكل دائم. واحنا طبعا شايفين ان يعني مؤمن ادى كتير للنادي الاهلي ويستحق الدعم اللي بياخده الفتره ديت. الاجتماع الثاني اللي عمله الكابتن الخطيب كان مع بعض المستثمرين اللي قدموا عرض وتصور للاستثمار في قطاع كره القدم وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. وكان حاضر الجلسه طبعا الكابتن ضياء السيد احد يعني نجوم النادي الاهلي، وكان عرض التصور الخاص بعمليه الاستثمار والعوائد اللي هتعود على النادي الاهلي والمستثمرين في الفتره اللي جايه دي. النادي الاهلي
انهى كل الاجراءات الخاصه بمعسكر الاعداد في النمسا، وكابتن خالد بيبو اطمأن على ملاعب الاقامه والتدريب اللي هيكون عليهم المعسكر. ويعني في بعض العروض اتقدمت لاقامه مباراه وديه مع احد الانديه الالمانيه بالتحديد، اللي ممكن تكون بتقضي فتره الاعداد بتاعتها في النمسا، او ان هي ممكن تيجي للعب المباراه والرجوع مره ثانيه. الكابتن خالد بيبو هيكون رئيس بعثه الفريق المسافره للنمسا. الحاجه الثالثه اللي عملها الكابتن خالد النهارده وهو الانتهاء من لائحه الفريق. عرفنا ان الكابتن بيبو اجرى تعديلات على اللائحه الجديده لفريق كره القدم، والتعديل ما كانش بس على بنود العقوبات في اللائحه، ولكن كمان كان في تعديلات على بعض البنود الخاصه بالمكافآت وتحقيق الفوز والانتصارات وتحقيق البطولات في الموسم الجديد كنوع من انواع التحفيز للاعبين على استمرار التألق وحصد البطولات في الموسم الجديد. الكابتن بيبو كمان كابتن بيبو بقى عندنا اكتر من بيبو في الاهلي دلوقتي، كابتن محمود الخطيب اطمئن على الاستعدادات الخاصة بالاحتفالية اللي هتقام في ملعب مختار التتش، واللجنة اللي كانت موجودة من المدير التنفيذي للنادي واللجنة المشرفة على الاحتفالية اللي كانت موجودة في التتش، وعملت كل المراجعات اللازمه والتجهيزات والاستعدادات الخاصه بالحفله اللي هتقام يوم 23 وهيتم اذاعتها على قناه النادي الاهلي والمنصات الخاصه بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. وده تقريبا كانت اغلب الاخبار المهمه اللي كانت موجوده معانا النهارده. في بس حاجه اخيره كده، الناس كانت بتسال حوالين امكانيه التعاقد مع احمد حجازي بعد فسخ عقده مع الاتحاد جده، مع اتحاد جده السعودي. احنا عارفين ان النادي الاهلي كان مهتم على فترات كتير بالتعاقد مع احمد حجازي واستعادته مره اخرى، ولكن المقابل المالي الكبير اللي كان بياخده حجازي في السعوديه كان عقبه وكان عائق كبير جدا حوالين عودة اللاعب مرة تانية لصفوف النادي الأهلي. أعتقد بعد الإصابة اللي حصلت لحجازي، إصابته بالصليبي ربنا يشفيه للمرة الثالثة، واقتراب رحيله من الدوري السعودي، اللاعب قدامه لسه 7 شهور على ما يرجع من الإصابة. طبعا دي فترة كبيرة جدا، وفريقه محتاج إنه يفضي مكان للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو. واعتقد ان فرصه عوده حجازي هتكون كبيره جدا، ولكن مش دلوقتي. اعتقد في يناير ممكن تكون فرصه رجوعه للاهلي كبيره جدا، ونتمنى انه يختتم حياته في النادي الاهلي لانه هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. وهنا نكون هنا بس هنا، واحب اشكركم على دعمكم المتواصل لينا، واتمنى انكم تستمروا لينا بالدعم سواء على صفحات الفيسبوك او على القناه الخاصه بينا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.